خدام خدام. مزيانة. إذا بالنسبة لجلسة يومه حضرنا إلى محكمة الاستئناف بالجديدة باش نبداو المناقشة ديال الملف ما يعرف بدوفيل الجديدة. إذا حضر المتهم في حالة اعتقال، حضرت الضحية وحضرت الأم ديالو باعتبار أنهم مطالبين بالحق المدني، حضرت منظمة ما تقيش ولدي ممثلة في شخصي نائبها. بدأنا اليوم المناقشة، تقدمنا بطلبات عارضة على اعتبار أن باش تكون الجلسة سرية حفاظا على السريه هذاك الشيء اللي غادي يتقال بالنسبه للاطفال، لانه الطفل الضحيه لانه شي شويه غيكون احراج بالنسبه ليه من شأنه ان يعرقل السير العادي للعداله. هذا حق كتخولوا لنا قانون المستقبل الجنائيه والمحكمه غادي تثبت فيه، وغتبدا المناقشه ان شاء الله الجلسه الجايه. الملف تاخر ل 12 باش تكون الموافعه ديال المطالبين بالحق المدني، منظمه ما تقيش ولدي والضحيه وهذيك والدفاع ديال المتهم. وربما انه الملف تمت فيه المناقشه وسالت المناقشه غادي يصدر فيه الحكم ان شاء الله الاسبوع الجاي اذا تمت فيه المناقشه بشكل نهائي. هشام، كتشوف القضيه يعني ديال الوليد هذه مسطره جديه. منظمه ما تقيش ولدي وفي شتي دفاعها واخذ الامور بجديه وغادي يكون فيها الجديد. ما يمكنش نحرقوا المراحل ونحرقوا هذا حتى تكون المسائل ما يثبت بان كاين اخراج من الحفظ اللي غنتقدموا به. هذيك الساعه نعطيو تصريحات رسميه وتكون تصريحات واضحه بالنسبه لهذا المسألة. هشام، واش المسطره باقا شويه مطوله ولا؟ انا كنظن كما قلت لكم ان الاسبوع الجاي الى سالت المناقشه بالنسبه للاستماع للمتهم او المطالب بالحق المدني والدفاع ديالو، فبالاكيد ان الملف غادي يتحجز للمداوله وتكون فيه النطق في الغالب يكون فيه النطق بالحكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا.